تعال اقول لك على اخبار ريال مدريد وبرشلونه والمان سيتي والاهلي والزمالك واهم صفقات الانديه كلها. برشلونه يعلن اصابه بدري قبل ماتش فيا ريال في الدوري الاسباني. اعلن نادي برشلونه الاسباني في بيان رسمي له عن اصابه بدري في تدريبات النادي الكتالوني، والنادي ما حددش مده غياب اللاعب. ورسميا النصر يتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي الاسباني إيميريك لابورت، ورسميا مانشستر سيتي يتعاقد مع دوكو من رين الفرنسي. وموعد وتوقيت والتشكيل المتوقع لماتش ريال مدريد اللي جاي: ريال مدريد هيواجه سيلتا فيجو يوم الجمعة 25/8/2023 الساعة 10:30 بتوقيت مصر. تعال أقولك على التشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من الدوري الأسباني. في حراسة المرمى كيبا، وفي خط الدفاع داني كارفاغال وروديجر وديفيد ألابا وفران جارسيا، وفي خط النص تشاوميني وفالفيردي وكامافينجا وبيلينجهام، وفي خط الهجوم رودريجو وفينيسيوس جونيور. ولو دخلنا بقى على الأخبار المحلية الأهلي والزمالك وجميع أندية الدوري المصري، هتلاقي إن الأهلي يعود لاستئناف التدريبات الجماعية بعد الراحة، وإمام عاشور واصل التأهيل مع الأهلي. إمام عاشور عمل تدريبات تأهيلية على هامش موانئ الأهلي للمرة الأولى في ظل برنامج التأهيل الموضوع للاعب من أجل التعافي من الإصابة وانتظار مريضة سليم المنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي من الجيش الملكي المغربي في التدريبات الجماعية للفريق. وكمان النهارده شارك في مران صلاح محسن اللي انتهت إعارته من سيراميكا كليوباترا، كريم نيدفيد اللي انتهت إعارته من نادي فيوتشر، وشار تغريب من فتوح لتجديد عقده مع الزمالك. قام اللاعب أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر بوضع بند مفاجئ مع وكيل أعماله وطلب الحصول على مبلغ من مستحقاته قبل توقيع العقد، تحديدا 30 مليون جنيه عشان يضمن حقوقه المالية داخل صفوف الفريق بعد تأخر مستحقاته. ويملك اللاعب أحمد فتوح العديد من العروض سواء داخل مصر من الأهلي وبيراميدز أو خارج مصر من أندية الخليج خلال الميركاتو الصيفي.